بيبدأ فيلمنا مع سامانثا سميث وهي لسه مفركشة مع جيسون البوي فريند بتاعها، وفجأة لقت نفسها قدام سينما عارضة فيلم اسمه الشيء اللي في الغابة، وبطلة الفيلم اسمها برضه سامانثا سميث. دخلت ما لقيتش حد في المكان، والمكان كان شبه مهجور، فدخلت على صالة العرض اللي كانت فاضية برضه وما فيهاش أي حد، وفجأة لقت نفسها في الفيلم اللي معروض وجسمها كله غرقان دم وبتجري من حد، وهي بتجري اتكعبلت في طوبة ووقعت على واحد متفحم وجسمه مقسوم نصين، وهنا بيظهر من وراها واحد لابس قناع وماسك فاس وماشي ناحيتها، بس استخبت منه بسرعة. وهنا بيظهر جيسون وبيسألها الباقيين حصل لهم ايه، قالت له ان اللحام قتلهم كله، فجريوا بره الغابه وطلعوا على الطريق يوقفوا اي عربيه توصلهم للمدينه، بس حظهم انهم وقفوا عربيه شرطه وشافهم بالمنظر ده، حكوا له على اللي حصل وما كانش مصدقه، فقال لهم يركبوا ورا وهياخدهم على الاسم عشان يتاكد من كلامه. وبعد ما ركبوا بيظهر فجاه اللي كان بيطاردهم في الغابه، والشرطه ضرب عليه نار وموته، وراح يشيل القناع من على وشه اترعب فجاه وطلع يجري، قام الكعبل في رجله وضرب على نفسه نار، والتانيين قاعدين طبعا مرعوبين في العربيه، وفجاه اللي كان بيطاردهم قام تاني، وده لانه كان لابس حاجه حديد على جسمه فما فيش اي حاجه صابته. نزلوا من العربيه وطلعوا على بيت صديقهم مايك، لسه بيستفسر منهم في ايه وهم عاملين كده ليه، لقى اللي بيطاردهم واقف بره وحدف في المطرقه اللي في ايده. سامانثا قفلت الباب بسرعه، وجيسون اخذ البندقيه اللي على الحيطه وقال لها تسيب الباب وتفتحه. قام اللحام داخل ساحب مايك من على الارض وواقف وراه لحد ما جيسون خلص الطلق اللي كان في البندقيه، وبعدها هجم عليه ونزل في ضربه، وفي النهايه قتله بالسكين، وقام مطلع من معاه انبوبه لحام وقام مولع فيهم فحم. وهنا سامانثا لقت باب لقبو تحت البيت فهربت منه بسرعه قبل ما يلحق، بس اكتشفت ان ده المخبأ بتاع اللحام وفي جثث تانيه برضه متفحم، فسلحت نفسها وقررت انها تواجهه طالما هي كده كده ميته. ولما طلعت واجهته وكان خلاص هيخنقها بالسلسله اللي كانت في ايديه، بس قدرت انها تتغلب عليه واخدت منه الفاس، وكانت لسه هتقتله قام القناع بتاعه وقع من على وشه، واكتشفت انه فريد جارها اللي كان صديقها لما كانوا صغيرين، وهي طبعا ما كانتش فاكره اي حاجه من دي خالص. وبنرجع فلاش باك وبنعرف هنا ان الكوخ ده بتاعه سامانثا واصحابها جم عشان يقضوا العطله بتاعتهم فيه معاه، وفجاه هم قاعدين بره في نيزك بيقع من السماء قدام، راحوا يشوفوا ده ايه، وفريد بيحذرهم انهم يبلغوا ناس او الشرطه الاول، بس جيسون كان عامل فيها بطل وطنشه وراح لمسه، وفجاه الشيء ده اتحول لعناكب كتير جدا وبدا يطاردهم ويدخل جوه جسمه، والوحيد اللي قادر يهرب من غير ما يتصاب ولا حاجه تدخل فيه كان فريد، وجري على الكوخ بتاعه قبل ما اي حاجه تصيبه، بس في عنكبوت واحد بس اللي لحقه وكان هيدخل في بقه، بس من حسن حظه انه كان في قناع وراه وقع على وشه وغطاه، فمسك المطرقه وخلص عليه وبدا يغطي نفسه بالحديد من كل حته، واخد كل الاسلحه اللي يقدر عليه، واخد معاه كمان انبوبه اللحام وطلع على بره عشان يطارده، وبدا يولع فيهم كلهم واحد ورا التاني، وسامانثا واقفه مش فاكره اي حاجه من ده علشان الكائن اللي جواه، وانه بيتواصل بس مع البشر اللي جواه بنفس الكائن ده، وفجاه واحده واحده بدات تفتكر فعلا كل اللي حصل، قام العنكبوت اللي جواه قسم وشها نصين وظهر فجاه قدام فريد، ولما اتقفل تاني اترجت فريد انه يقتلها قبل ما العنكبوت ده يتحكم فيها من تاني، فجاب الفاس وقسمها نصين، بس لما خرج بره لقى جيش من العناكب جاي يهجم عليه، وتاني يوم بنلاقيه خارج وراكب العربيه بتاعته ونازل على المدينه، والعنكبوت كان بيتحرك جوه راسه، ومعنى كده ان هو كمان اتصاب. وفي نفس اللحظه دي في السينما من بره واحد وحبيبته كانوا بيتوددوا لبعض، ولما لقوا السينما فاضيه وبتاعت التذاكر راضيه دخلوا يكملوا تودد جوه، وفجاه وهم قاعدين الفيلم اشتغل ولقوا نفسهم جوه الفيلم اللي شغال. انا كان وشها محروق وكانت متضايقه جدا من الموضوع ده، وكانت مستكتره نفسها شويه على ديفيد، بس ديفيد كان بيطمنها وبيقول لها انها احلى حاجه حصلت له في حياته، وان الشكل ده حاجه اوفر ريتد، وان مامته كانت زيها كده وراحت لدكتور شاطر جدا عمل لها عمليه تجميل واثار الحروق اختفت بالكامل، وعرض عليها انها تزور الدكتور ده يشوفها وهو هيتكفل بكل حاجه، ولما راحت للدكتور كشف عليها وقال لها ان العمليه سهله جدا وهيقدر يشيل التشوه بالكامل، وبما اننا كده كده فاتحين وشغالين جوه فايه رايك نعمل تعديلات تانية هتخليكي اجمل واحده في الكون، هنصغر مناخيرك ونملى الخدود شويه ونعمل التشيك بونز وكده يعني. انا كانت متردده في الاول بس قدر انه يقنعها في الاخر ووافق، وبدات العمليه، وبعد ما خلصوا فاقت وشها كان كله متغطي بشاش، وديفيد والممرضه كانوا معاها وبيطمنوها ان العمليه نجحت، وطبعا كانت بتتألم فالممرضه اديتها منوم تاني عشان تنام وترتاح شويه، وهنا ديفيد طلع موبايله وقام مصورها وهي نايمه بالشكل دوت وبعت الصور لحد، وكلمه بره وقال له انه هيخلوا الدكتور يبيتها في العياده النهارده كمان، وشويه والدكتور جالها وقال لها انها لازم تبات هنا النهارده عشان مستويات الاكسجين والكاروتيد والانترنال جاجولار والحاجات اللي زي دي، وان الممرضه كده كده هتكون معاها لو في اي حاجه هتبلغه، وطلبت منه مرايه عشان تشوف شكلها، فطمنها وقال لها ما تقلقش خالص بكره هتشوف كل حاجه، وكانت كل شويه تبص على الساعه تلاقيها ثابته على الوقت دوت مع ان عداد الثواني شغال، ولما قامت نص الليل لقت برضه الساعه زي ما هي، فطلعت بره وفضلت تمشي بالعافيه في الطرقه لحد ما وصلت للريسبشن، ولقت الملف بتاعها مفتوح على البي سي، وان ديفيد هو اللي كان طالب التعديلات دي من الدكتور اللي هو اقترحها عليه، لا وايه كان بيقول لها انا بحبك زي ما انت وكده، وفجاه سمعت صوت الاسانسير والممرضه طالعه فجريت بسرعه للطرقه ودخلت اول اوضه قابلتها، لقت في الاوضه دي واحده عماله بتعيط وبتتقلب، بتبص عليها لقت جلد وشها كله متشال ومكوي وبتترجاها انها تنقذها، فجريت على بره بسرعه بس لقت الممرضه في وشها لسه هتطلع الحقنه من جيبها قامت خبطها بالبرطمان في وشها واغمى عليه، ودورت على المفاتيح معاها واخدت المفاتيح وجري، ولما نزلت بالاسانسير لقت الدكتور في وشها ومعاه ممرضه تانية كتفوها وخدروها، وتاني يوم لما صحت لقت ديفيد قدامها وقامت مفزوعه لان دي كانت فكرته هو اللي عايز يغير شكلها من الاول، بس ديفيد قعد يهديها ويقول لها ان مامته واقفه بره وعايزه تشوفها، وطلع بره عشان يجيب مامته ويجي، وهنا لقت مرايه جنبها لاول مره فاخدتها وفكت الشاشه وبتبص فيها لقت وشها اتحول لمسخ حقيقي، وديفيد ومامته جايين من بره بيقولوا لها اهلا بيكي في عيلتنا، وفجاه انا فاقت في السينما وما لقيتش ديفيد حواليها، دورت عليه هنا وهناك ولقت الراجل ده في وشها، ولما سالت
فسالته انت مين وفين ديفيد وايه الفيلم اللي شغال ده؟ قال لها ان الفيلم عباره عن اسوأ مخاوفك، وانا هنا مجرد مشغل افلام بس وكمان جمع ارواح. وبينتهي المشهد وهي بتصرخ جامد بعد ما بصت في عينيه. المشهد الثالث لقصه داخل السينما اللي مكتوب عليها من بره فيلم الكنيسه برضه من بطولته. دخل وقعد والفيلم بدا، وفي الفيلم كان واقف قدام الكنيسه مع الطلبه بتوعه، وفي طالب ملبوس من شيطان وواقف فوق وعاوز ينط. وهنا راهبه طلعت عشان تلحقه وتهديه، وقدرت فعلا انها تهديه وكانت خلاص هتنقذه، بس الشيطان اللي جواه قدر انه يتغلب عليه ويخليه يقع ويموت. وكله خاف طبعا من المنظر بما فيهم القص نفسه. وفي نفس اليوم بالليل داني صديقه اللي مات دوت كانت زعلانه عليه جدا، بس مامتها كانت بتهديها وبتقول لها انها هتساعدها انها تتخطى الموضوع ده، ونيمتها وراحت عشان تخلص شغلها قبل ما تنام. ففجاه وهي قاعده الصليب اللي على الحيطه وقع وسمعت صوت بره، فطلعت علشان تشوف فيه ايه. وفي نفس الوقت القص كان بيحط للراهبه اطراف عينها في الاوضه بتاعته، وفجاه سمعوا نفس الصوت بره فخرجوا عشان يشوفوا فيه ايه. لقوا دم محطوط على التماثيل اللي بره وعلى السلالم كمان، وكلها موصله الحفره في نص الكنيسه على شكل شيطان. وتاني يوم في بنتين كانوا بيتنمروا على داني زي كل يوم، بس البنت اول ما لمست داني قامت نطراه بلمسه واحده بس لورا لدرجه ان بقها جاب دم. وبنكتشف هنا ان في شيطان واقف ورا داني ومامتها، والبنت بس هي الوحيده اللي شايفاه. والراهبه عماله تدور في الكتاب على اسم الشيطان اللي ممكن يعمل كده لحد ما لقت واحد بنفس المواصفات دي، وقالت للقص ان الشيطان مشيت هو اللي بيعمل كده ولازم نلحق الاولاد قبل ما يخلص عليهم كله. وفجاه بيدخل عليهم بيتر اللي كان مات في اول مشهد. قام القص قلع الصليب وحاول انه يطرد الشيطان من جسم بيتر، انما ما حصلش اي حاجه، وده لان الشيطان بيتحكم فيه من بره جسمه ومش لابسه. وهنا بيتر قال للقص ان مشيت مستحوذ على جسم واحده في الكنيسه هنا، وانه لازم يقتلها قبل فوات الاوان. فالقص جاب داني وحاول يخرج مشيت منها، انما ما كانش في اي حاجه برضه بتخرج. وهنا مامتها ظهرت وجت لحقتها من تحت ايده واخدتها ومشي، وقالت لها تلم حاجتها بسرعه علشان يمشوا من المكان ده. والراهبه بتلاحظ ان تصرف مامتها غريب عن المعتاد، فقالت للقص ان مش داني اللي ملبوسه، دي مامتها هي اللي ملبوسه. وفعلا كانت هي اللي ملبوسه، وبدات تنفذ الطقوس بتاعتها على داني. ولما القص والراهبه وصلوا الاوضه لقوا الاطفال كلهم بيشاوروا على داني، وداني كانت نايمه بقها متخيط. وفجاه كلهم بداوا يهجموا على داني والقص، طلعوا جري بره وسلحوا نفسهم واستعدوا للدفاع عن نفسه. والقص قدروا انه يدافع عن نفسه شويه، بس كان كل ما يقتل حد منهم يصحى تاني، فاستسلم للموت وقدروا انهم يخلصوا عليه. ومامة داني طلعت على الكنيسه من فوق عشان ترمي نفسها زي ما توم عمل، فالراهبه طلعت وراها عشان تنقذها زي ما عملت مع توم، وفعلا قدرت انها تنقذها قبل ما تنط، بس بيطلع الشيطان مستحوذ عليها فعلا، فبتاخدها وبتنط بيها من فوق الكنيسه. والمفروض كده ان الاثنين ماتوا، بس الشيطان بيكون استحوذ على الراهبه في النهايه، وبيفوق القص بعد ما الفيلم بيخلص، وبيجي من وراه جمع الارواح وبيخلص عليه. المشهد الرابع بقى هو اهم مشهد في الفيلم كله، وهو المشهد اللي هيلم لك الليله اللي فاتت دي كلها، فركز معايا. رايلي ماشي بره برضه وشاف السينما، بس كان مكتوب عليها المره دي الموت وبس، من غير اسم فيلم ولا ممثل كالمعتاد. فالاسم شد ودخل زي اللي قبل، لقى بيانو جنب شاشه العرض فقعد يعزف عليه، وفجاه الفيلم اشتغل وكان بيعزف على بيانو برضه جوه الفيلم، وبابا ومامته قاعدين يسمعوا له مع الجمهور وكلهم فخورين بيه وباداء. ولما خلص ركبوا العربيه علشان يروحوا لقوا واحد هجم عليهم من ورا ومعاه مسدس. نزلوا من العربيه طبعا، بس بابا حاول انه يتغلب عليه وياخد منه المسدس، بس الحرامي قدر انه يفلت منه وقتله. ولف لقى مامته لسه هتيجي عليه قام قتلها هي كمان. فرايلي جري بسرعه من المكان والحرامي بيجري وراه، بس ما قدرش يهرب منه وقتله هو كمان. الاسعاف اخدوا وراحوا بالمستشفى وعملوا له عمليه ولحقوه باعجوب. ولما فاق بالليل كان نايم جنبه واحد وشه متخيط زي فرانكشتاين، وفجاه قام من السرير بتاعه وخرج بره الاوضه للطرق. رايلي طلع وراه يشوفه رايح فين، بس فجاه الممرضه ظهرت وسالته انت بره اوضتك بتعمل ايه؟ بيبص تاني ما لقاش الراجل اللي وشه متخيط، وطلع انه كان بيتخيل. واللي شافت الحوار ده كله وهو بيحصل واحده اسمها كيسي. ولما دخل الاوضه تاني لقى نايم جنبه على السرير زي ما كان، وبنكتشف انه اصلا كان متوفي والممرضه غطته بالملايه. وبالليل مامته ظهرت له وكان فاكر انها لسه عايشه وما ماتتش، ولقاها بتقول له ما يقاومش وينام ويستسلم للموت علشان يبقى معاها. فبدا انه يستسلم فعلا للموت، بس ما ماتش وكان عايش تاني يوم. والممرضه جت عشان تاخده على الاوضه العاديه لان حالته استقر، وعرف منها ان باباه ومامته ماتوا فعلا، وعرف منها برضه انه كان ميت لمده 17 دقيقه متواصله. فهنا عرف ان اللي بيشوفهم هم بيتحركوا دول في الاساس ميتين. وبالليل وهو نايم بيسمع اغاني، بيجي الحرامي اللي قتل باباه ومامته عشان يخلص عليه، بس الممرضه بتدخل فجاه وبتفتكره جاي له زياره، فبتقول له يجي تاني الساعه 7 ومشيت. وتاني يوم لما صحي شاف برضه ميتين اكتر ماشيين في المستشفى من بره. وفجاه لقى كيسي بتقول له انت كمان بتشوفهم مش كده؟ فاستغرب ان هي شايفه نفس اللي هو بيشوفه مع ان مفيش حد تاني شايفه. فكيسي بتقول له ان هي كمان ماتت لمده 6 دقايق، وعشان كده هي بتشوفهم زيها زيه. وبيقعدوا يتكلموا سوا شويه، وبنعرف ان هي حاولت تنهي حياتها قبل كده بس لحقوه، وحكى لها على موضوع مامته فحذرته منها انه يسمع كلامها او ينفذ اي حاجه تقولها. وبالليل مامته جت له تاني وحاولت انها تاخد روحه وتوقف قلب، بس كيسي دخلت ولحقته بسرعه قبل ما يموت وزعقت فيها. ولما كيسي راحت على اوضتها من تاني لقت مامته في الاوضه هناك في انتظارها. ورايلي سمع صوتها وهي بتصرخ في الاوضه، فجري على الاوضه بتاعتها لقى الدكاتره هناك وانها انهت حياتها فعلا. وبالليل وهو في الحمام بيهجم عليه الحرامي وبيحاول يقتله، بس قدر انه يفلت منه بالعافيه وراح للممرضه عشان تلحقه، بس الحرامي كان قتلها هي كمان. فبيخرج وبيدور على اي مخرج تاني يخرج منه، انما ما كانش لاقي. وهنا الحرامي بيشوفه وهو داخل على اوضه، فبيدخل وراه وبيهجم عليه وبيخنقه علشان يموته. ومامته بتظهر له بتقول له ما يقاومش ويستسلم للموت علشان يجي. وخلاص فعلا كان هيستسلم، بس كيسي ظهرت له وقالت له ما يستسلمش ويقاوم ويتمسك بالحياه. فكسر المقشه اللي كان بيحامي بيها نفسه قام قتل الحرامي بيها. والدكاتره انقذوه بالفعل، وشاف كيسي وباباه ومامته والحرامي كمان قبل ما يفوق في صاله العرض تاني. ولما فاق في صاله العرض لقى حصد الارواح داخل عليه. فرايلي ساله ايه اللي حصل ده، وانا مت؟ قال له لا انت ما متش، انما
كل دول ميتين، ومش معنى انك هربت من قدرك المره دي انك هتهرب منه المره الجايه. فرايلي قال له انا عاوز اخرج من هنا، فحصد الارواح بص له وقال له اجري مستني ايه، فطلع يجري بسرعه بره وبينتهي الفيلم. فكره الفيلم تحس انها عبثيه بس كلها بتدور حوالين حاجه واحده بس، اللي استسلم للموت مات فعلا، واللي تمسك بالحياه كمل حياته، وانك مفروض تواجه مخاوفك وما تخليهاش تسيطر عليك لدرجه انها تكون احد الاسباب في وفاتك. وطالما انت راضي عن نفسك فاوعى تدور على رضا الناس، لان لو دورت على رضا الناس هيحصل لك زي اللي حصل لانا. ما تنساش لايك واشتراك للدعم الاستمرار في تقديم المحتوى، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واشترك في قنواتنا الاخرى لمزيد من المتعه. واشوفك على خير ان شاء الله مع ملخص جديد لفيلم جديد او مسلسل جديد في الاسبريسو. سلام.